الذي صلوا عليه صلاة الله عليه الذي صلوا عليه صلاة الله عليه وينال البركات. وينال البركات كل من صلى عليه. النبي العظيم يعلم علم اليقين. النبي العظيم يعلم علم اليقين أن رب العالمين فرض الصلوات عليه. أن رب العالمين فرض الصلوات عليه. الذي صلوا عليه صلوات الله عليه. الذي صلوا عليه صلوات الله عليه. وينال البركات كل من صلى عليه. وينال البركات كل من صلى عليه. النبي يا من عظم النبي خير البشر. النبي يا من عظم النبي خير البشر. وتنام القمر ونتسلم عليه. وتنام الذي صلوا عليه صلوات الله عليه. الذي صلوا عليه صلوات الله عليه. وينال البركات كل من صلى عليه. وينال البركات كل من صلى عليه. قل يا عظيم أنت العظيم قد أحسن وكل
وقد آن للعلماء يخض حركته فيه الأنامل لما ثبته الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل والشمائل التي أحسن الشمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابة القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة صلى الله عليه. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق في سند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره صلى الله عليه. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث صلى الله عليه. وقد تعددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية
لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية في كمال الخصوصية صلى الله عليه. فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطن من شرفت من العالمين، وتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلت يد العلم القديم إلى من خصصت بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم، وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة، فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه. وضمت عشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الضرة وصونها، فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا، حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروز إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده السميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. صل وسلم وبارك عليه. فحين قرب أول وضع هذا الحبيب علنت السماوات والأرض ومن فيهن بالترحيب، وامطار الجود الإلهي على أهل الوجود تفيد، والسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعد. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. وشبكنا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الدهور، نورا فاق كل نور، وأنفذ الحكم على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة، أي حضر عند وضعه أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود صلى الله عليه. توفيق الله السيدة مريم والسيدة آسية ومهما من الحور العين من قاسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية، فأتى الوقت الذي رتب الله على هدوره وجود هذا المولود صلى الله عليه من النور عن عمود، وبرز الحامد المحمود مذينا لله بالتعظيم والسجود صلى الله عليه. صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد ومولانا محمد. أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد، ولأهل الكون أنس يا رسول الله، وسرور قد تجدد يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، يا رسول الله صلوات الله
سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولربي كل حمد جل أن ينصره العاد إذ حبانا بوجود المصطفى الهادي محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا على محمد رسول الله أهلا مرحبا بك إلا بك نصلي مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا وبجاهه يا إلهي مرحبا جود وبلغ كل مقصد مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين اللهم صل على محمد سبيلي مرحبا مرحبا به نسعد ونرسل الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا ذا الحسين الله مرحبا مرحبا ربي بلغنا بجاهي مرحبا مرحبا في جوار الخير مكعب الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا ذا الحسين الله مرحبا مرحبا صلاة الله تغشى أشرف رسل محمد صلوا عليه وسلام مستمر كل حين تجافى صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا اللهم صل على محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه قال رضي الله عنه ورضي الله عنكم فمن كان تعلقه بهذا الحبيب تعلق قوية ورابطته به قوية ويحن عند سماع ذكره فهذا دليل على أن له من السعادة أوفر حظ وأجزل نصيب والإنسان يعرض محبته على قلبه فإن وجد له رغبة في محبة هذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فهذا دليل على السعادة فإن لم يجد له رغبة فهذا دليل على الشقاوة نسأل الله العافية
وعليه يستغفر الله ويتوب وباب التوبة مفتوح والعاصي يتوب من معصيته والمذنب يستغفر من ذنبه والشاهد يرجع من شدته واستشفع بالنبي الكريم فهو الذي يجل الكرب يوم القيامة. Barang siapa yang mempunyai hubungan yang kuat kepada Rasulullah SAW, yaitu adalah orang-orang yang bergetar hatinya ketika namanya Nabi disebut. Kalau panjenengan punya hubungan yang kuat dengan Nabi, ketika namanya Nabi disebut, hatinya Anda akan bergetar. Ini menandakan bahwa orang ini termasuk orang-orang yang sukses, orang-orang yang beruntung. Jika ada di antara kalian kecintaan terhadap Nabi, maka termasuk kamu adalah orang yang beruntung. Jika tidak ada terhadap kalian kecintaan kepada Nabi, maka kalian bukan termasuk orang yang beruntung. Siapa yang akan beri syafaat nanti kalau bukan Rasulullah? Siapa nanti yang akan memberi syafaat kepada Nabi, kepada kita kalau bukan Nabi? Di bulan ini, katanya Habib Habsyi, di bulan ini dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya manusia yang gembira, fariha bihi ahlus samawat wa ahlul ard wa ahlul kaun ajmain. Bumi, langit, semua ciptaannya Allah ini bergembira atas kelahiran Rasulullah SAW. Ketika Muhammad Habsyi, fahina garuba awan wad'i hadal habib, ketika mendekati kelahiran Rasulullah SAW, a'lanatis samawatu wal arduna wa man fihinna bitarhib, langit, bumi, semua mengucapkan tarhib, marhaban, selamat datang. Di langit ini sudah ketika melahirkan, ketika Kanjeng Nabi lahir, di langit sudah merayakan, mengatakan marhaban, marhaban, selamat datang Rasulullah, selamat datang Rasul. Allah juga mengundang fahadarat bitaufikillah, juga hadir ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW. Fahadara bitaufikillah as-sayyidah Maryam wa sayyidah Asia. Sayyidah Maryam sama Siti Aisyah hadir di dalam gembira ketika lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi. Adilah ana aliran ngelarang maulid yo keliru, Pak. Panjenengan ngelarang maulid itu seakan-akan panjenengan tidak gembira atas lahirnya Nabi. Ulang tahunnya anak ente akeh tak masalah kok. Cuma ulang tahun Kanjeng Nabi sambatan sak kampung. Wa tufiya fi misli hadzal syahr walakinnahu ma dufina illa jismuh wa amma ruhuhu wa sirruhu wa nuru mil'ul wujud. Nabi itu juga meninggal ketika Rabiul Awal. Nabi itu juga meninggal ketika Rabiul Awal. Cuma yang dikubur hanya jasadnya, ruhnya sama sirnya tidak bisa dikubur, karena ruhnya kita dengan ruhnya Nabi bisa bersambung. Kalau kita punya anak, Pak, saking kuatnya roh hubungannya kita sama anak. Kalau anak kita tabrakan, kita terasa. Iya ya. Kalau anak kita celaka, kena musibah, kita akan kerosoh. Karena apa? Kita punya hubungan dengan anak. Dan hubungannya Nabi melebihi daripada anak dan bapak. Hubungannya Nabi melebihi daripada anak dan bapak. Ini panjenengan ini sama syutingan ini kan seperti hal gaib. Wong pajarang sing maulutan, wong Amerika iso ndelok. Orang pajaran yang mengadakan maulid, orang India bisa melihat.
Roh dengan roh ini bisa nyambung kalau mempunyai hubungan yang kuat, dan rohnya kita bisa menyambung dengan rohnya Nabi Muhammad SAW. Oneng ngidam panjenengan. Ibu itu kalau ngidam itu biasanya anaknya ya sing opo sing diidami, Pak. Ya deloken bojone panjenengan deloken kabeh. Lak ngidami rawon repot kok. Celeng kabeh kok. Kalau ngidamnya itu sesuatu yang nikmat, yang bagus, putih, Pak. Lak ngidamnya sing jubek. Ah, saya enggak nih, Kak. Sama, ini hubungan roh. Durung dadi pun ini sudah. Dan kita mempunyai hubungan kepada Rasulullah SAW. Kuatkan hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW. Nanti kita akan bisa melihat wajah indah Rasulullah SAW. Pertama maulutan. Nanti agak lama kalau sudah cinta bisa mimpi. Kalau sudah bisa mimpi, bisa yaqadha, sadar terhadap bisa mimpi Rasul, bisa sadar, bisa melihat Rasulullah SAW. Cerita terakhir, ada namanya Sayyid Muhammad Al-Majdub. Sayyid Muhammad Al-Majdub, salah satu kitabnya Ibn Hajar. Ibn Hajar itu sangat muhibbin, sangat cinta sama habaib. Lupa saya kitabnya, ma'ruf kitabnya Ibn Hajar itu ma'ruf, terkenal. Ketika selesai ngarang kitab, Pak, ketika selesai ngarang kitab, kitabnya itu disodorkan kepada Sayyid Muhammad Al-Majdub. Habib, Sayyid, coba ini kitab nek Habib, koreksi Habib. Mon beda sing salah, saya hapus, Bib. Kalau ada yang betul, alhamdulillah. Langsung kertas itu, dulu bukan kitab gini, kertas-kertas, dilempar sama Sayyid Muhammad Al-Majdub. Ucul kabeh kertasnya, diambili sama Ibn Hajar. Semua kertasnya keambil kecuali 4 kertas. Seandainya 4 kertas itu tidak keambil, hilang, sing papat itu hilang. Seandainya 4 kertas ini tidak keambil, insya Allah kitabnya Ibn Hajar tidak laku. Insya Allah kitabnya Ibn Hajar tidak laku, tidak payu. Kenapa? 4 kertas itu isinya kolnya dhaif, kolnya lemah. Ini Sayyid Muhammad Al-Majdub ini mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan Nabi. Ketika masih kecil, datang kepada ibunya mengatakan, Muhammad, kamu bukan anak saya. Kalau sampai kamu mimpi kepada Nabi, baru kamu anak saya. Si cilik, Pak. Ibadah sampai bisa mimpi Rasulullah. Ibu, saya sudah mimpi Rasulullah. Kamu bukan anak saya sampai kamu yaqadha, bisa melihat wajahnya Nabi dalam keadaan sadar. Ibadah yaqadha. Si cilik wis yaqadha. Kalau panjenengan ya bodoh apa, setan jerangkong gitu. Insyaallah manfaat ya. Barokahnya maulid, mudah-mudahan dikumpulkan sama Nabi. Barokahnya maulid, mudah-mudahan mendapatkan barokah Rasulullah SAW. Rabbana fa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatina min fitni. Hada minni, wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mala'il a'la ila yaumiddin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walamma nadama al-fikru min darariyil awsafil muhammadiyati wuquda, tawajjahtu ila Allah mutawassilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ay yaj'ala sa'i fihi mashkuran wa fi'li fihi mahmuda, wa yaktuba 'amali fil a'malil maqbulah wa tawajjuhi fit tawajjuhatil khalisati was silatil mawsulah. Allahumma ya man ilaihi tatawajjahul amalu fata'udu dhafirah, wa la babi izzatihi tuhatur rihalu fataghshaha minhul fuyudatul ghamirah.
نتوجه إليك بأشرف الوسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي عمت رسالته العالمين أن تصلي وتسلم على تلك الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيظ سرك وحامل راية دعوتك الشاملة الأب الأكبر المحبوب لك والمخصص بالشرف الأفخر في كل موطن من مواطن الكرب ومظهر قاسم إمدادك في عبادك وساق كؤوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين الأبد المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأهل حضرة اقترابه من أحبابه اللهم إنا نقدم إليك جاه هذا النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقامه العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا في جميع أدوارنا وتقلباتنا بجميل رعايتك وحسين وقايتك الله وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا وتتقبل منا ما تحركنا فيه من نياتنا وأعمالنا وتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين وفي طرائق اتباعه من السالكين ولحقك وحقه من المؤدين ولعهدك من الحافظين اللهم إن لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وظنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين وتوجهنا به إليك مستشفين أن تقابل المذنب منا بالغفران والمسيء والسائل بما سأل والمؤمل بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره وواله وظاهره وعم ببركته وشريف بجهاده أولادنا ووالدينا وأهل كدرنا ووادينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهاد وأدم راية الدين القويم في جميع الأقدار منشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وسورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بولاة الحق في جميع النواحي والأقدار وأيدهم بتأييد من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب في الحصن الحصين من جميع البلايا واجعلنا يا رب حصين من جميع البلايا وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا وأدمنا في العمل بطاعتك والصدق في خدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسير الفاتحة.